حياكم الله. معكم رسام معاذ الجعفري. اليوم راح اسوي لكم تغطية لمعرض آرتولوجي كامل. طبعا تعرفون ان الحين انا رايح وين؟ رايح المعرض آرتولوجي بجامعة الفيصل بالرياض بالمملكة العربية السعودية. ايش فكرة المعرض هذا؟ فكرة المعرض انه يجمع اعمال الرسامين من انحاء المملكة ويعرض اعمالهم. في رسامين كثار يعني عندهم اشياء جديدة وافكار جديدة حابين نشوفها كلنا مع بعض ان شاء الله. راح اشرح لكم على كل واحدة فيهم. يا إذا وصلتوا أول ما ننزل المواقف وقفوا بأقرب موقف. ليش؟ لأنك لما تطلع بتكون مكروف وتعبان. دائما خلوها عندكم قاعدة، أي موقف كذا في معرض ولا شيء وقف قريب. الحين دخلت جوا ووصلت المعرض. أول ما حطيت رجولي في المعرض انصدمت. واو شوف الجو كيف، تحس إنك كذا داخل عالم ثاني صدق. فأخذت دورة كذا سريعة بالكاميرا على كل شيء عشان تشوفون الجو كيف. بعدين انا على طول اول ما خلصت الدورة هذه رحت الركني. شوفوا الركني هذا كيف لازم نصور في ركني. صورت العالم اللي عند ركني. بعدين نبدأ ناخذ الدورة الحين في المعرض كامل. كان ودي اني اسوي مقابلات مع رسامين وناس زي كذا، بس للاسف انه مرة زحمة وازعاج، فما اصلا ما في امل يسمعون، ما في امل تسمعونهم ولا في امل يسمعونكم. فصورت رسماتهم. الرسمات هذا اول شيء الرسام هنا هجر. الرسام هذا صراحة بطل، يعني قابلته قبل سنتين. كان رسمه نص نص. فجأة ما شاء الله عليه يعني طور نفسه بشكل جدا خيالي. ولا ويرسم بالرمل، تخيلوا الظل محافظ عليه، الدقة محافظ عليها، كل شيء محافظ عليه، يعني ما شاء الله عليه شغل مرة خيالي. هذا مثال للإنسان اللي مرة مكافح وقاعد يتدرب بشكل جدا خيالي. هذا الرسامة أتوقع أن اسمها دوسر شيء زي كذا. ترسم بالشمع، فكانت كذا تقطر على الرسم حقتها بالشمع وطلعت نتيجة مرة حلوة. الإضاءات والأشياء اللي كانت في المعرض كانت جدا خيالية، يعني تبهرك مجرد الإضاءة ما تشوفها كذا. واو هذا الرسام مرة مبتكر ذكي. كل ما تلف الصورة من جهة وتناظرها من جهة ثانية تتغير الصورة. فسوى هو أصلا صورة وقصقصها بطريقة كذا معينة. هذه أتوقع أنها حق الديكور مسوي شيء زي كذا. وبرضه شوف كيف أعمالها والأعمال الماتيريال هذه الصغيرة، عرفت كيف الحركات. وهنا برضه رسم تأثيري. هذا النحات فهد بطل جدا ما شاء الله عليه. شوف كيف دقة وخيال في النحت، عجبني هذه حق الدافنشي. هنا قلت خليني أصور من فوق، أسوي نفسي مرة. عرفت اللي ذوليك مصورين محترفين، فقلت خليني أصير محترف أنا زيكم بعد. ليش؟ عن هذه الرسامة بالماء لقيتها أعجبتني مرة. ليش؟ لأني أنا هذه الفترة مهتم بالألوان المائية وأبغى أتعلم الرسم المائي. فأول ما شفتها صورت لازم هذه أصير صديق عشان أتعلم منها. وترى مو بعيب إنك يعني أي أحد تشوفه ويعجب شغله تصير صديقه. مو بتصير صديق مصلحة، لا صديق عشان تتعلم منه. لأن في النهاية أنت إذا ما تعلمت من أحد، إذا ما شفت أحد وقلدت ما بتتعلم منه. هذه واحدة تسوي بالأوريجامي فن طي الورق، سوت وزة مرة حلوة. الوزة حقتها عجبتني، الأفكار يعني الإبداعية والمبتكرة في المعرض كانت، فشيء مرة جميل. هذا الركن الثاني كان في واحد يشرح، لقيت لوحات هناك مرمية. يا أخي وش ورطة اللي حاطين لوحتين هنا ولوحتين هنا، مرمي لوحات كل واحد في مكان. يلا ما علينا. وهنا أعطيتكم تغطية كذا من فوق على كل شيء قاعد يصير. شوفوا حتى رسام هجر. هذه رسمة أختي مزنة ما شاء الله عليها، يعني شوف كيف بطلة بالخط قاعدة ترسم أشياء تشكيلية. شغلها مرة بطل صراحة. صح مو عشان أختي مدحها، بس والله شغلها صدق حلو يعني. اوكي الله يسعدك يا مزنة. هذه الرسامة نورة السعدان برضو من الناس اللي أتعلم منهم رسم الأكريليك، مرة بطلة فيه. يعني شوف كيف رسم الخيل والرسم التأثيري، كيف تضرب كذا بالريش وتطلع أشياء مرة حلوة. فجأة كذا تضرب بالريش ويطلع رسم. رسامة اي هذه مرة كيوت. تخيلوا هذه هي وزوجها. هي رسامة وزوجها نحات. فش تقول انا ارسم لزوجي وزوجي يرسم. عاد الحين هي اللي زوجي ينحت، عاد الحين هي اللي قاعدة تنحت هنا بدل زوجها. بس ما شاء الله عليهم يا اخي كذا على الزواج، عرفت اللي يكملون بعض. هو رسام وهي رسامة، بدي هو نحات وهي رسامة. شوفوا هجر قاعد يشتغل من فوق ما شاء الله، قاعد يضرب بالرمل كذا وجو. هذه رسامة لقيتها ترسم بالرصاص، شغلها برضو بطل. شوف كيف الدقة خيالية، حبيت الدقة اللي في رسماتها، تفاصيل وزي الاشياء اللي مركز عليها. هنا الرسم قاعد طباعة ورسم حلو. هذا الخط العربي مرة فخم كذا، عرفت الفكرة الثانية وهذه الاشياء. جانب من المعرض كان نفسي اني قبل رسامين. هذا شفته كذا قاعد يشتغل، قلت له سمحت بصور، انا قاعد اصور فلوج. قال يلا بسوي نفسي ما ادري. هذا مستخدم ماتيريالز ميكس ميديا، مستخدم اشياء كثيرة يعني مع اللوحات. تسألها يعني وش اللي استخدمت، فاستخدمت خشب واشياء زي كذا، ما ادري وش بالضبط. هذه بريزما كلر اتوقع، هذه الرسمه بالبريزما كلر، بريزما كلر. هذه بالزيت كذا فيها روح الرسمه هذه، تحس كيف. ايوه هذه شوفوا كيف، هذه بالخشب والوان وما ادري وش وخيش واشياء مره كثيره. في النهايه ارت.
رسمات أبو حمدان شاطح كذا، جو بالحالة، أبو حمدان كذا عالم بالحالة، آرت فنان كذا من نوع آخر. بس والله يعجبني. شوف هذه الرسمة يقول أنا رسمت العالم، رسمت كل اللي في المعرض، حط نقاط، جايب لوحة كذا مربع وحاط نقاط كثير. قلت طيب أنت عديتهم؟ قال لا ما عليك أنا أعرفهم كلهم. فقاعد يحط، قاعد يرسم الرجال، قاعد يشتغل وخر عنه، لا أحد يشغله ولا أحد يتكلم ولا شيء. قال لو سمحت أنا قاعد أشتغل، لا تخرب علي، لا تقطع جوي الفني، الحبل الفني. وشوفوا هذا عجبتني فنيلتك، قلت لو سمحت وقف بصور فنيلتك. شوف الفنيلة وش مكتوب عليها، ترى مو بعنصرية ولا شيء، بس إنها صراحة الفنيلة حبيتها أنا ما أدري ليش. مكتوب لكم على الفنيلة أبيض يقول فلم أرى فاتنا إلا وقد كان أسمرا. يخرب بيته، صح عليه. إيه ترى مو عشان يسمر، بس صدق يا أخي ترى والله السمر يعني فاتنين حلوة ذي، فاتنين عجبتني، ما أدري وين الجاية، بس والله كذا فهمتوا. المهم يلا خلينا نرجع لموضوعنا، أقول لكم على باقي الأشياء اللي صارت في المعرض. إيه والمعرض كان مرة زحمة، لأن آخر يوم كان عوائل، وفجأة كذا قالوا ترى الدخول بفلوس، ما أدري ليش. anyways يعني خلونا نشوف. anyways صح يا إنجليزي أنت. الإضاءات، الترتيبات كانت مرة حلوة برضه، يعني شغل نظيف، كنت تحسون جمالية في المعرض. نرجع لخويتنا هذه اللي ترسم بالماء، قلت له لو سمحتي ترى لازم أصير صديق اليوم، أشوف الرسم كيف صار ما شاء الله مرة حلو. ولقيت واحدة ثانية ترى ترسم بالماء، الحين يا رب الحين تطلع. هذا واحد مسوي شيء بالجمل كذا، جمل بالأشياء هذه، منظمين الله يعطيهم العافية، أكثر ناس تعبوا معانا وقاعدين طلعنا روح. أيوة هذه اللي قلت لكم الثانية اللي ترسم بالماء برضو. قلت لو سمحتي ممكن أصور؟ قالت يس. قلت طيب وش هذا، ترش مويه على الرسمة، قاعدة ترسم لايف يعني مرة عجبني. فقعدت عندها ساعة ونص أتفرج على كيف قاعدة ترسم بالماء، شيء خيال. الرسام عبد الله العبيد سوى منحوتة، يعني هي أثرية، منحوتة سماها ها كناية عن الأنثى، وكتب عليها شعر باللغة العربية القديمة مرة، أو اللغة مو عربية شيء ما أدري وشو. هذا المنحات محمد برضو سوى شيء، محمد سلطان المجنون، يعني شيء كذا ما أدري، شيء طالع وأنت تقدر تدخل فيه ويولع لمبات في الليل، عرفتوا؟ برضو هذه أعمال دافنشي، اسمه هو محمد السلطان ودافنشي. واحد بالمسامير وتشكيل الخيوط سوى، لما كذا ترجع ورا مرة بتشوف الرسمة طالعة الملك فيصل الله يرحمه ويغفر له، فكرة مرة حلوة. هذا الرسام مرة بطل، سوى رسمة 3D، يقول لك حط رجلك هنا وتتفرج، حط رجلك هنا. شايفين الرسمة كيف صايرة 3D؟ تحس انكم بتضحون كأنها نازلة في الأرض، كأن الأرض مفتوحة، مرة حلوة. برضو هذه الأيمان السراج، هذه لوحة تقديرية عجبتني، حسيت إن فيها لمسة، أهم شيء اللمسة هذه برضو. إيه هذا الرسام مرة مجنون، بطل. أحلى لوحات في المعرض يعني لوحاته كانت فيها أفكار خيالية. شوفوا الرسمة هذه كيف قصدير مع ما ادري اكريليك او زيت، بس طالع فيها تاثير حلو مره. وهذه الرسمه هذه كذا من اللقطه الارضيه الاحترافيه اللي انسدحت شويه وانا قاعد اصورها، بس اهم شيء انها ضبطت. عندنا هنا جانب المعرض كان الفنانين مختلفين. نرجع للجانب حقي وقسمي، شوف العالم كيف كانوا يتفرجون صوري واشيائي ورسماتي وعجبهم عن الشغل. هذا الشيء الغريب بقول لكم عليه، شفتوا هذا اللي قاعد يشتغل هذا بالحالة كذا، صدته كنت بسوي لكم لقطة من فوق وصدت واحد، قلت وش عندك هنا؟ لقيت فاتح جهاز وشوف كيف مرة معقد، عنده أشياء مرة كثيرة حوسة، فانصدمت. تخيلوا هذا الإنسان وش قاعد يسوي؟ يعني كذا تتوقعون إنه وش قاعد يسوي الإنسان اللي قاعد فوق بالحالة ومعاه جوال وزي الأجهزة. أيوة شايفين قاعد يسوي؟ معاه طيارة هذه عبارة عن كاميرا، فقاعد من فوق ويصور المعرض كله بالطيارة، لأنه وإنه تحت قاعد نسمع شيء كذا فوق، إلا شوية طلع هذا وشفتوه معاه آلة وريموت. ترى اللي كانوا في المعرض ما يدرون وش السالفة، شوفوا هذا الشخص اللي كان يشتغل. هنا عندنا مشروع شيئا هو مشروع يسوون آثار وتحف بالفن، يعني عن طريق الفلين والأشياء هذه قاعدين يشتغلون. شوفوا سووا هذا المبنى كله، يعني صراحة عجبني، فكرة مرة حلوة. نرجع لخوينا الطيار فوق قاعد، هذا جواله وهذا الآلة اللي معاه قاعد يشتغل عليه. خلاص هذا واحد قلت له يصب لي قهوة، لو سمحت صب لي قهوة بصور عشان يضبط الفلوق، عرفتوا يعني كذا كشخة واو اللي قاعد يصب باحتراف، ما ضبطها زي انه كب نص القهوة فلوق. نرجع لمشروع شيئا، شفتوه قاعد يشتغلون في العالم، كان عليه إقبال وزحمة صراحة. خوينا ذاك اللي عرفته قلت له بصور، قلت له سمحت بصور الحين مرة عجبتني في الزاوية، قال لي ليل فكنا من شرك يا أخي وخر عني. هذه رسامة نورة كفيفة، تخيلوا انها كفيفة وترسم، يعني تخيلوا إنسانة ما تشوف وقاعدة ترسم، تسوي لوحات مرة حلوة، ولوحاتها يا الله ما شاء الله تبارك الله مرة بطلة. صورت جزء من رسمة وجزء من لوحاتها، يعني صراحة
ما شاء الله عليها، شوف كيف كذا بالاحساس تمد يدها وتحس المكان وتقعد ترسم يعني. بس هنا ما ادري وش فيه، بس اني سويت لقطة ارضية. ايوه كويس. طبعا هنا قلت تعرفون المغني عايض، هذا قلت له لو سمحت عادي تعال ممكن تجي تسوي نفسك بتطيح. الحين خاشين جو انه ترى في شيء في حفرة، فهمتوا؟ اهم شيء هو راجع قال لي خلاص خلصنا، قلت تعال سحبته، قلت انت بتطيح في الحفرة. قال لي وخر عني يا اخي فليته وخر. طلعنا برا اللي لقيت البيج ويلي وسمبل مسوين شغل خيالي، ناتفين سيارة. قلت من وين جاب السيارة؟ ما ادري، قالوا لقيناها سيارة قديمة وسحبناها، وقاعدين يرسمون عليها يعني مسوين ارت على السيارة. تخيلوا هذا اقوى انواع الفن، اقوى انواع الزحف في الفن، تنتف سيارة وترسم عليها. يعني مو بس تاخذها، لا تاخذها وترسم عليها بعد. بس صراحة شغله مرة بطل. زبدة ان محل السيارة هذا انقلب ساحة رقص، ما ادري ليش انقلب ساحة رقص، بس اني جيت لقيت ناس قاعدين يتشقلبون وناس قاعدين يرقصون، فقلت اوه في تحدي، يلا خلوني بخش. وعاد شوف كيف هذه خشتي، اعطيتها واحدة هوبا كذا صفقوا لي وتحمست خشيت جو. ان ظهري مكسور، او هذا الثاني قام يتحداني، عرفت كيف؟ بس اني فزت عليهم الزبدة. اخر شيء خلص المعرض. اتمنى عجبتكم التغطية وحبيتوا الفلوج. اذا عجبكم لا تنسوا تتابعوا جديد على قناتي في سناب شات والانستغرام، حاطها كلها لكم.